بسم الله وعلى بركة الله. نبتدي حلقاتنا اللي دايما بتكون عبارة عن غموض ورعب وإثارة وتشويق. يا رب بس يكون حلقاتنا بتعجبكم. ما تنسوناش بقى في دعمكم للقناة، ولو دلوقتي انتوا معايا فيلا بينا نسمع مع بعض أحداث قصة النهاردة، وأتمنى إن شاء الله إنها تعجبكم. يلا بينا. وانا قاعدة امبارح بتكلم مع صاحبتي في التليفون، كنا بنتكلم في مكالمة فيديو كول، مشغلة بقى الكاميرا بتاعت الفيديو وقاعدين بنحكي مع بعض. في وسط كل ده لقيتها بتقولي: مين هو الطفل اللي كل شوية أشوفه واقف بيبصلك ده؟ طفل؟ طفل إيه يا بنتي؟ أنا لوحدي في البيت. اتلفت بسرعة ما لقيتش حاجة، بس لما رجعت بصيت لصاحبتي في الكاميرا لقيتها غرقانة في دمها، وواقف جنبها طفل صغير أنا أعرفه كويس، ده اللي قتلته من شهرين قربان لحارس المقبرة عشان آخد الآثار. ده مش طفل، ده شيطان، عيونه كلها سواد، ملامحه بشعة ومرعبة. بصلي ساعتها وقال لي بصوت ملهوش علاقة بالطفولة: انت اللي عليك الدور. انا شايفك وبراقبك. انا جايلك. خلص كلامه والشاشة اتقفلت، وأنا قعدت أصرخ وما حسيتش بنفسي غير بيغمى عليا. نسيت أعرفكم بنفسي، أنا رزان، والدي ووالدتي متوفيين وعايشة لوحدي في البيت. القصة كلها بدأت لما في يوم كنت بزور قبر والدي ووالدتي، وشفت هناك واحد لابس اسود من راسه لرجليه، منظره غير مريح خالص. أنا بيني وبينكم حسيت بخوف وقشعريرة كده لا إراديا لقيتها جاتلي. لما بصيت له ولقيته مركز معايا قوي، حاولت أقرأ الفاتحة على روحهم وأمشي بسرعة، بس هو بقى قرب مني لحد ما بقى قدامي. أنا خفت وبعدين بعدت عنه كده خطوتين ورجعت لورا، لكن لقيته مش مركز معايا، كان مركز في نقطة ورايا، تحديدا في قبر عيلتي. حاولت أكلمه بصوت ثابت لكن غصب عني، ومن خوفي صوتي خرج وهو بيترعش، ولقيتني بقوله: انت مين وعاوز مني ايه؟ بصلي بهدوء، عيونه كانت مركزة حادة ومخيفة، وقال لي: المقبرة اللي وراكي دي فيها آثار، كنز كبير من أيام الفراعنة. لو طلعتيها تعيشي ملكة طول حياتك. بصيت له بذهول ولقيت نفسي بقوله: انت بتتكلم جد؟ وانت عرفت ازاي؟ وبعدين استنى هنا، المقبرة قصدك قبر والدي ووالدتي يعني؟ رد عليا وقال لي: ما بقاش في والدك ووالدتك، دول جثتين ملهمش أي لازمة. بص للجانب التاني، في كنز، آثار، دهب. أنا اسمي وارث، شغال في المجال ده من سنين السنين. عندي القدرة أعرف أماكن الآثار. سكت شوية والكلام بدأ يلعب بعقلي، ولقيت نفسي بقول بيني وبين نفسي: أنا فلوسي قربت تخلص، مش لاقية شغل كويس لحد دلوقتي، وعايشة لوحدي، وبعدين بابا وماما ماتوا خلاص، يعني لو حفرت تحت قبرهم مش هيحسوا بحاجة. بصيت له كده بتردد وقلت له: طيب نطلع الآثار دي ازاي؟ رد عليا ساعتها الراجل الغريب زي اسمه بالظبط، الراجل اللي اسمه ورث، ولقيته بيقول: سيبي الموضوع ده عليا. كل اللي عليك تجيب القربان اللي هنقدمه لحارس المقبرة. ده حارس قوي، مش هيقبل غير بقربان دموي.
قربان وحارس ودموي؟ أنا مش فاهمة حاجة. حارس مين وقربان إيه اللي بتقول عليه ده؟ رد هنا وقال لي: أي مقبرة جواها آثار بيكون عليها حارس من حراس الجن، وعشان إحنا نقدر ناخد الآثار دي لازم نقدم له قربان، والحارس ده مش عايز أي قربان، لازم قربان دموي. هات طفل عمره ما بين 7 وال12 سنة، هنذبحه ونغرق بدمه المقبرة عشان نقدر ناخد الآثار. قال كده ومشي وسابني في حيرة. بس قبل ما يمشي خالص اتلفت وبصلي، وانا كان لسه ماليني الذهول من كلامه، ولقيته بيقولي: قدامك بكرة بس، لو ما جبتيش القربان قبل 12 بالليل هتضيع عليك الآثار. قال كده واختفى. رجعت بيتي وكل صدمة من اللي سمعته. في آثار تحت قبر عيلتي، وعشان اخدها قال لازم اجيب ضحية. لا، ومش اي ضحية كمان، ده طفل. طب اجيبه منين؟ مش عارفة انا اي طفل في السن ده. معرفتش انام طول الليل من التفكير. ازاي اجيب الطفل ده؟ والعجيبة ما كانش جوايا اي ذرة من تأنيب الضمير. الطمع والجشع عموا عيوني، وخلاص مش شايفة قدامي غير ازاي اخد الآثار دي. تاني يوم الصبح نزلت اجيب فطار، وانا ماشية في الشارع سرحانة خبط فيا عيل صغير. ببص لقيته ولد صغير متبهدل وهدومه متقطعة، مسك مناديله بيقول لي: المنديل بجنيه يا أبلة. وطيت عليه وقلت له بابتسامة: وانت منين بقى يا شاطر؟ أنا سيف، ببيع مناديل، تشتري مني يا أبلة؟ رزان. انا اسمي رزان. انت ابن مين بقى يا سيف؟ أنا مش ابن حد، معرفش أهلي، عايش مع شوية ناس هم اللي بيجيبوا لي المناديل عشان أخرج أبيعها. لما قال لي كده حسيتني بضحك من جوايا. مفيش احسن من ده قربان، طفل يتيم متشرد ملوش اهل ولا حد يسأل عليه. مسكت ايده وقلت له: طيب ايه رأيك تيجي معايا البيت؟ هشتري منك كل المناديل، وكمان هديك هدوم نظيفة وحلويات. الواد بصراحة فرحته كانت جامدة جدا، وقال لي: أنا موافق. مسكين ما يعرفش اللي هيجراله. أخدته وطلعنا شقتي، وعملت له سندوتشات وعصير، وشغلت له التلفزيون، وقعدت أفكر إزاي هاخده معايا المقبرة. وأنا قاعدة عيني جت على شريط منوم كان الدكتور كاتبهولي في فترة كنت تعبانة فيها ومش بقدر أنام. قعدت سيف قدام التلفزيون وهو سرحان فيه لحد ما خلاص الليل جه. الساعة كانت بقت 11 بالليل. سيف بصلي وقال لي: مش هتروحيني يا أبلة؟ بقالي كتير هنا. ابتسمت وقلت له: ما تقلقش يا حبيبي، نام عندي النهارده. مش هنا احسن من برضو الشارع ولا ايه؟ الواد بصراحة ابتهج وفرح جدا. دخلت جبت له كوباية لبن وحطيت فيها 3 حبات منوم، وبصيت له ساعتها وقلت له: اشرب ده عشان تعرف تنام. الواد يا عيني ما كدبش خبر وشرب فعلا اللبن، ومفيش دقايق ومفعول المنوم اشتغل ونام. حاولت اشيله لحد ما خرجت وحطيته في العربية واتجهت بيه للمقابر. الساعة ساعتها كانت 11:30 بالليل. نزلت من العربية وشلت سيف ورحت عند مقابر عيلتي. كان وارث واقف هناك مولع شموع حوالين القبر، وماسك في ايده كتاب بجلدة سودا وورقه أصفر. لما شافني شايلة السيف ابتسم وقرب مني بدون كلام. أخد الواد ونيمه فوق الأرض، ووسط الشموع مسك سكينة وقعد يردد كلام غريب وغير مفهوم.
وفجأة نزل بالسكينة على رقبة الواد، والدم ملى المكان. بعدت عيني من بشاعة المنظر، ولقيت وارث بيقولي: دلوقتي حط ايدك في الدم ده ومسحي جسمك وكمان رش على القبر. قربت وعملت كل اللي قالي عليه، وانا مش بفكر غير في الفلوس والغنى اللي هعيش فيه بعد ما نطلع الآثار. مسك ورث الفاس وقعد يحفر حوالين القبر، وبعدين طلع جثث والدي ووالدتي، وراح حاطط بدلهم جثة سيف اللي غرقانة في دمها، وقعد يردد ويقول نفس الكلام الغير مفهوم. وفجأة سمعت صوت زي صوت فحيح التعابين، وصوت أنين وناس بتصرخ، والأرض هنا انشقت تحت جثة الطفل، والطفل نزل لتحت، وكأن في حد شده من الرعب والصوت اللي بسمعه. حطيت ايدي على راسي وغمضت عيني، ما فقتش غير على ايد وارث وهو بيقولي: الآثار اهي. بصيت لقيته ماسك قطعة ذهبية كبيرة. قلت له وانا مش مصدقة: ده دهب بجد. وارث ساعتها طبعا بص لي وقال لي: طبعا يا رزان، هبيعه في السوق السودا واديك حصتك، وانا كمان ليا نسبة. يلا تعالي نمشي، الموضوع خلص، انتهى. مشينا فعلا بعد ما رجع جثث والدي ووالدتي لمكانهم، وظبط القبر من تاني، ولم الشموع والحاجات اللي كان جايبها. بعد كام يوم وارث اتصل عليا وقال لي انه قدر يبيع الذهب، واتفقنا نتقابل، ورحت شقتي واداني فعلا نصيبي. الحظ لعب معايا، نسيت كل حاجة عن الجريمة البشعة اللي عملتها، ونقلت من شقتي القديمة لشقتي الجديدة، ولقيت شغل كويس بشهادتي، وتعرفت على ناس كتير حبوني وحبيتهم، وتعرفت على همسة اللي بقت صاحبتي وصديقتي الصدوق زي ما بيقولوا. كنا بنتكلم كتير في الشغل وبره الشغل، أكتر مكالماتنا كانت مرئية، لحد ما في يوم قالت لي إنها شايفة الطفل وراي. ولما بصيت ورجعت اتلفت ليها في الشاشة، لقيتها سايحة في دمها، وجنبها واقف سيف اللي قتلته من شهرين. كان واقف قدامي في الشاشة وشكله بيشبه الأموات. أغمى عليا من الرعب، ولما فقت لقيتني نايمة على سريري وحواليا شموع كتير، وكان في دم على جسمي. الغريبة بقى إن الهدوم اللي أنا كنت لابساها هي نفس الهدوم اللي كنت لابساها في الليلة اللي قتلت فيها سيف، بس أنا رميتهم. حاولت أتحرك لكني كنت متكتفة، ولقيت سيف واقف عند رجلي بيبصلي بعيونه السودة المخيفة، وقعد يقرب مني، ولمحت في ايده سكينة. دي نفس السكينة اللي وارث ذبحه بيها. حاولت أتحرك، أقاوم، أعمل أي حاجة. الخوف ملاني والرعب شل حركتي، وسيف بيقرب وعلى وشه ابتسامة مخيفة. ولما قرب زاد قدرتي إن أنا أشوف اللي ماسكه في إيده التانية. ده كان ماسك راس وارث. ما قدرتش أتحمل، وقبل ما يغمى عليا للمرة التانية من الرعب، لمحت السيف وهو واقف عند راسي وبيمد إيده ناحية رقبتي و... اكتب يا ابني عندك: القتيلة اسمها رزان، اتقتلت ببشاعة لدرجة ان راسها لو اتحركت حركة بسيطة هتنفصل عن جسمها، وجنبها راس واحد مجهول الهوية، وعلى وش الاتنين علامات رعب غريبة، وكأن اللي قتلهم شبح. هواية القتيل غير معروفة لحد دلوقتي. الشقة مفيش فيها علامات اقتحام، لكن فيها جملة غريبة شكلها مكتوب بدم الضحية على الحيط. مكتوب:
أنا القربان المميت. سجل يا ابني الجريمة الغريبة دي وخلينا نخرج من هنا. ريحة الموت مقبضة ومالية المكان وكأنه مقبرة. ما تنساش تكتب. أكتب إيه يا فندم؟ تكتب اسمي، أنا الضابط نور الدين محمود. لحد هنا خلصنا معاكم القصة الأولى من قصص الكاتبة ميرنا أشرف. يلا بينا دلوقتي نتنقل للقصة التانية. نور غريب بيظهر في نص الزرع. نور ايه ده وايه هي قصته؟ كل ليلة في نفس الساعة بنشوف النور ده من بعيد، رغم انه مش بيكون في حد الساعة دي هناك. اكيد بتسألوني انا مين ومين ده اللي بيتكلم. عندكوا حق، انا يوسف، خريج هندسة زراعة، شاب مصري عادي زي اي شاب عايش في قرية. كان ليا احلام وطموحات. خلصت الجامعة ورجعت قريتي وقلت هي اولى ان انا اشتغل فيها. كنت كل ليلة بسهر مع اصحابي، ساهر وجهاد. بنسهر عند ساهر بحكم ان اهله في زيارة خارج القرية والبيت فاضي. كان بيت ساهر وسط ارض فاضية ووراه غيط كبير، كانت ارض ابوه اللي وارثها عن جده. وفي ليلة واحنا سهرانين قدام الدار حسيت بحاجة غريبة، حاجة بتجذبني ابص وراي. بصيت وشفت نور. لا، دي انوار كتير طالعة من نص الزرع لفوق في السما، وكأن في حد منور كشافات في الضلمة. بصيت لساهر وسألته ايه النور ده يا ساهر؟ رد عليا ساهر وقال والله مش عارفين يا يوسف، كل ليلة بتظهر الأنوار دي ومفيش حد عارف إيه مصدرها. ورحت أنا وبابا كذا مرة نشوف بس ما كناش بنلاقي حاجة. تاني يوم الصبح بنلاقي زي آثار أقدام ونقط دم ورماد موجود مكان ظهور الأنوار. في الأول الموضوع كان مرعب، لكن بعدين وبعد ما اتكرر كل ليلة بقينا نطنش، بالذات إن مفيش حد بيتأذي ولا الزرع بينضر. مع التعود بقى مفيش تركيز في موضوع زي ده. وهنا رد جهاد برضه وقال ازاي يعني يا ساهر؟ ما تعرفوش السبب خالص لحد دلوقتي؟ لا، لا خالص، زي ما قلت لك مش عارفين أكتر من كده. بس لما الأنوار دي بتظهر بابا كان بيطلب مننا ندخل البيت وما نطلعش نهائي قبل الفجر. سألته كذا مرة بس ما كانش بيجاوب. وزي ما انتوا عارفين أنا مش فضولي يعني لدرجة أروح أغامر وأشوف بنفسي، مش ناقص. دي روح، وهي روح واحدة بس مش اتنين. بصيت لجهاد لقيته بيبصله وعينه بتلمع لمعة أنا عارفها كويس، فقلت له بتفكر في اللي بفكر فيه؟ لقيت جهاد بيقول عندك شك يا جو ولا ايه؟ لكن ساهر هنا رد وقال لا براحتكم بقى، أنا مش رايح هناك. بقول لكم الصبح بنلاقي دم وآثار ورماد، الله أعلم إيه اللي بيكون موجود. بصيت لجهاد وغمست له ورجعت لساهر براحتك، بس لما تلاقي الأطفال بيجروا وراك بقى في القرية وعمالين يقولوا ساهر الجبان راح، ساهر الجبان مرجعش، يبقى ما تزعلش. وكملنا الليلة في شد وجذب، وأنا عقلي مع الأنوار اللي حسيتها بتشد وتضعف كل شوية. تاني يوم رحت لساهر أنا وجهاد بعد العشاء تقريبا. احنا عرفنا منه إن الأنوار دي بتظهر لما الساعة بتدق 12:30 بالليل وبتفضل للساعة 3 قبل الفجر. قعدنا نتكلم لحد ما الساعة قربت على 12. قمت بصيت من الشباك وبعدين اتلفت لجهاد وقلت له مش يلا بينا؟ ساهر هنا قال يلا على فين؟ جهاد رد عليه وقال له هنروح نشوف الأنوار دي، تعالى معانا يا ساهر. ساهر رد وقال يا باي عليكم، طب جاي اهو،
وخلينا نشوف آخرتها معاكم إيه. أنا عارف إن موتي على إيديكم إن شاء الله. أخدنا معانا كشافات وخرجنا. كانت الأضواء ظهرت، شفناها من بعيد. بدأنا نقرب من الزرع. المحصول كان عبارة عن ذرة. إحساس مخيف ومرعب. الجو كان ضلمة. منظر الذرة والهواء بيحركوا من حوالينا يرعب، والصوت بتاع الرياح وصوت أنفاسنا والأضواء اللي قدامنا برضو ترعب. مسكنا في إيد بعض وتشجعنا وقربنا أكتر. خلاص بقينا قدام المكان اللي بتطلع منها الأنوار. كان حوش فاضي، مساحة مش كبيرة على شكل دايرة، مفيش عشب وكأن مفيش حياة. نجمة كبيرة مرسومة وسط الدايرة. النجمة دي أنا عارفها، دي نجمة داوود، نجمة داوود اللي بتظهر في أفلام الرعب. وفي حاجة مصلوبة قدامنا شبه خيال المآتة، بس ده مش فزاعة، ده سمعت صوت جهاد وهو بيقول برعب: دي جثة، ومش أي جثة، دي جثة طفل مربوط في عمود خشبي زي الفزاعة، مرسوم على وشه رموز بلون أحمر، أكيد دم. رقبته مشقوقة ودمه بيتصفى قدام وبينزل في كوبايات على الأرض، وفي شموع سودا ومتولعة حوالين النجمة ونار وسط النجمة. هو ده مصدر الأضواء. وفي وسط رعبنا وصدمتنا سمعنا خفيف الزرع من حوالينا. استخبينا بسرعة وسط أعواد الذرة. طلع 5 لابسين عبايات سودا شبه عبايات السحر في أفلام الرعب، ماسكين في إيديهم مشعل متولع. قربوا حوالين النجمة المرسومة وكل واحد وقف عند طرف. حطوا المشاعل على الأرض، وواحد واحد اتلفت ناحية جثة الطفل اللي كان مصلوب. أخدوا الكوبايات المليانة دم ووزعوها عليهم. مسكوا الكوبايات وقعدوا يرددوا كلام غريب، كلام مش مفهوم بصوت واطي، وبدأ يعلى شوية بشوية. كلام كان مخيف ومؤذي. مع كل كلمة بتتنطق كنا بنحس قلوبنا هتخرج من صدورنا من كتر الرعب والفزع. لكن اتجمدنا مكاننا، حتى التنفس كان بيطلع مننا بالعافية، خايفين ومرعوبين حد منهم ياخد باله منا. خلصوا الكلام ورفعوا الكوبايات وشربوا اللي فيها مرة واحدة. ساعتها حسيت باشمئزاز لدرجة إن عصارة معدتي طلعت والغثيان اشتغل. حاولت أتملك نفسي وبصيت لأصحابي ورجعنا نركز معاهم. خلصوا شرب الدم ورفعوا جثة الطفل وحطوها في مركز النجمة. كتبوا رموز وحروف غريبة حوالين الجثة ورجعوا رفعوا المشاعل، وهنا كتمنا صرختنا بالعافية. روحنا كانت هتطلع من الرعب اللي شفناه. دول ولعوا في الجثة، ولعوا فيها والدم. ما تحملناش نشوف أكتر من كده. مين دول أساسا وبيعملوا إيه؟ مش عاوزين نعرف. قمنا بسرعة وتلفتنا عشان نرجع مكان ما جينا. والمهم إن احنا نمشي بعيد عن الوحوش دي. مش واضح إذا كان دول جن ولا إنس. لفينا وقعدنا نجري وما تلفتناش ورانا ولا لحظة حتى. خلاص أهو قربنا من البيت. أول ما طلعنا من الزرع شفنا ال5 أصحاب العبايات السوداء كانوا واقفين قدامنا ماسكين المشاعل، والدم بينزل من ايديهم مكان ما كانوا ماسكين الكوبايات، ووشوشهم مش باينة بس القناع اللي لابسينه كان مبين. عيونهم واضحة ومخيفة سودا وبقبقهم أحمر ناري. احنا خلاص أكيد هنموت، خلاص مش هنقدر نهرب. ما قدرناش نتحرك، اتجمدنا مكاننا من الرعب وبدأوا يقربوا مننا ببطء. قلنا الشهادة في سرنا وغمضنا عيوننا وبصينا لبعض وتأكدنا إننا ميتين. وفي نفس اللحظة سمعنا قرآن الفجر في جامع القرية. ال5 اتفزعوا من الصوت، رموا المشاعل وجريوا على الزرع واختفوا هناك في الضلمة. اتنفسنا من بعد ما اتفكت عنا الغمة وجرينا على الجامع. من رعبنا وفزعنا قعدنا نترعش والناس قعدت تهد فينا.
شيخ الجامع قرب مننا وكان عارف ساهر، بصله بهدوء وقال: شفتوا الأضواء يا ساهر؟ مين دول يا شيخ؟ احنا شفنا حاجات مرعبة قوي. الشيخ رد وقال: اسمهم أصحاب الأضواء يا ابني، مفيش حد راح شاف المصدر ورجع عاش لتاني يوم. الحمد لله إنكم قدرتم تهربوا منهم، بس خلوا بالكم يا ابني، أصحاب الأضواء مش هيسيبوكم في حالكم. دول ناس ما بيعرفوش ربنا، وما هماش يا ابني معروفين إذا كانوا بشر ولا شياطين. ابعدوا يا ابني، ابعدوا عن أي مكان فيه زرع في الضلمة، ما تقربوش منه خالص. وفي نفس اللحظة اللي الشيخ كان بيكلمنا فيها حسيت برغبة إني أتلفت ورايا، ووقتها شفت واحد من أصحاب الأضواء لابس عبايته السودة وماسك مشعل النار وعينه مرعبة ومركز في عيني، قال لي بصوت حسيته بيخترق عقلي: مش هنسيبكم. قال كده وفجأة اختفى. بصيت لأصحابي وللناس وعرفت إننا غلطنا أكبر غلطة في حياتنا لما قررنا نشوف مصدر الأضواء. وانتوا كمان نصيحة مني ليكم: اوعوا تسمحوا لفضولكم إن هو يقودكم للهلاك. الله أعلم إحنا هنعيش ولا لأ، بس اللي عارفه إن مستحيل هيسيبونا بعد ما شفنا طقوسهم، مستحيل. وبكده نكون هنا معاكم أحداث القصة التانية من حلقتنا النهاردة للكاتبة ميرنا أشرف. أتمنى منكم الدعم للقناة وللحلقة بلايك وكومنت وشير، ولو أول مرة تكونوا شايفين القناة وعجبكم المحتوى فياريت تعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكم مني إشعار بكل ما هو جديد. دمتم في حفظ الله ودمتم مرعبين. تصبحوا على ألف خير.